السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاك اخوك خالد كمال على قناتي على اليوتيوب خارج الملعب، وصفحتي على الفيسبوك خالد كمال. حبايبي الزملكاوية، عاملين ايه؟ الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. عايزكم تدعموني على قناتي على اليوتيوب، واتشرف ان انتوا تنضموا للقناة ودوسوا لايك لو عجبكم الفيديو. على صفحتي على الفيسبوك اتشرف برضك ان انتوا تتابعوني على الصفحة. النهارده انتهاء الأسبوع الأول من الدوري المصري بنظامه الجديد، وفوز الزمالك على البنك الأهلي 3-2، وفوز الأهلي على سيراميكا 5-2. طيب هنبتدي من ماتش الزمالك وعلى البنك الأهلي. وبحب في بداية الفيديو إن أنا بشكر البنك الأهلي على الأداء، وأشكر طارق مصطفى على الأداء اللي قدمه قدام نادي الزمالك. الزمالك ما قدمش اداء قوي، ما قدمش اداء مميز، بس الزمالك قدر ان هو ياخد اللي هو عايزه من المباراة. الزمالك في ظل الظروف وفي ظل الاصابات وفي ظل السكواد دوت مطالب ان هو ما يقدمش مباراة قوية قد ما هو ياخد اللي هو عايزه من المباراة بأقل مجهود وبأقل إمكانيات. فجوميز بصراحة راجل واقعي، راجل بيشتغل بالأدوات اللي عنده، راجل عارف قيمة نادي الزمالك، راجل عارف قيمة جمهور نادي الزمالك. الإدارة عملت اللي عليها، الإدارة عملت صفقات في إطار الأمور المادية اللي تسمح لها. اللعيبة عملت اللي بتعمل اللي عليها. عبد الله السعيد، ناصر ماهر، واحد يعني زي عبد الله السعيد ده بصراحة راجل طول ال90 دقيقة ما بيبطلش جري، ما بيبطلش شغل، ما بيبطلش حماس للعيبة، للناس اللي في أرضية الملعب. فراجل ربنا يبارك له يا رب، ويفضل على طول متألق كده ويسعد جماهير نادي الزمالك. ناصر ماهر طبعا مش هقدر اتكلم عن ناصر ماهر. راجل لعيب كويس جدا، لعيب بيعمل اسيستات. عمل اسيست لناصر منسي الهدف الثاني، سجل الجون الاول بكرة من عبد الله، اسيست عبد الله السعيد، حاجة ورا اروع. فعندك إصابة ناصر ماهر بإجهاد في العضلة الضمة، إن شاء الله يرجع نشوف على ماتش سموحة. أما الخبر بقى المحزن فهو إصابة أحمد سيد زيزو بمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى، وهيحتاج أسبوعين إن هو عشان يرجع للتدريبات ويرجع للمباريات، بجانب إصابة محمد حمدي بجزع في الرباط الداخلي للركبة. فالزمالك بيطلع من ماتش البنك الاهلي كسبان 3 نقط بس، خسران اصابات في ظل الاصابات القديمه وفي ظل ضعف السكواد. بس ان شاء الله خير، وباذن الله جوميز يقدر يتعامل مع السكواد اللي معاه في المباريات اللي جايه. المباريات اللي جايه عايزه، انت عندك 7 مباريات لغايه شهر يناير، فانت مطالب في ال7 مباريات دول ان انت تكسب ال7 مباريات، تكسب ال7 مباريات عشان تبقى عندك منافسة على الدوري، والدور التاني اللي هيبقى التسعة الأوائل اللي هينافسوا على الدوري، فهيبقى عندك فرصة للمنافسة على الدوري في ظل فوز الأهلي والسكواد اللي الأهلي القوي اللي عند الأهلي. فإن شاء الله بإذن الله اللي جاي أحسن. بس بقى في نقطة عايز أتكلم عليها في المباراة، وهو التحكيم. يعني انا نفسي اعرف محمد عادل في ضربة الجزاء التانية للبنك الاهلي احتسبها تمام، هو ما شافش ان الجناح بتاع البنك الاهلي دايس على رجل محمد عواد. فين الفار هنا بقى؟ يعني فين الفار اللي المفروض يتدخل ويشوف ويشوف اللعب مرة واثنين وثلاثة واربعة ويأكد على الحكم ان دي ضربة جزاء او مش ضربة جزاء؟ لكن فوجئنا بتأكيد الفار إن دي ضربة جزاء. ولما جت الإعادة بعد المباراة تأكدنا مليون في المية إن هي مش ضربة جزاء، ده بالعكس دي فاول على جناح البنك الأهلي. بس عموما المباراة انتهت وخلصت، ومبروك لنادي الزمالك، ومبروك لإدارة نادي الزمالك، ومبروك لجماهير نادي الزمالك. إن شاء الله دي تكون بداية للماتشات اللي جاية، وإن شاء الله نشوف القتال اللي لعيبه نادي الزمالك اللي بشوفه من ساعه ما جه جوميز، ان في قتال في المباراه لغايه الدقيقه 90، وبعد الدقيقه 90 عشان الزمالك يكسب. فان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله خير. وما تنسوش تدعموني وتشتركوا في القناه وتدعموني على صفحتي على الفيسبوك. سلام.